حضرتك قلت ان رب العالمين من رحمته ومن عفوه انقذ المسلمين باعجاز طبي عجيب. الاعجاز الطبي ده اسمه صلاة الفجر. ايوه، فهمني الموضوع ده ازاي. اقول لحضرتك دلوقتي نتكلم الاول علميا وبعدين ننزل على ازاي ده حصل يعني. تمام. في مؤتمر كان في المانيا، هقوله بالانجليزي وترجمه، اسمه سيركيديان ريزم اوف ديزيز، يعني كل مرض بيجي الساعه كام. احصائيه غيبوبه الكبد لها وقت، لقوا لها وقت. ليه؟ بعد كده اقدر اعالجه كويس لما اعرف المسببات. زي ابسط مثل للناس الربو الشعبي او الحساسيه الصدريه لها وقت. الربيع عرفنا ان الحبوب اللقاح بتطلع فعلا لها تاثير سيء، فده كان كده. اللي كان يهمني في المؤتمر الاوعيه الدمويه. طلع ان جلطه القلب والجلطه المخ اللي هي مشكله وعاء دموي بتحصل 8 الصبح 8 صباح في معظم الحالات. يعني وبعدين حتى احنا بعد المؤتمر لاحظناها، احنا ما كناش ناخد بالنا، لاحظنا فعلا جلطه القلب 8 الصبح، من 7 ل 8 ل 9، الشلل النصفي من 7 ل 8 في الوقت ده. اللي بيقرا المقاله قال ده بيحصل عدا اللي يقوم وينام. والله انا ساعتها عينيا دمعت كده وافتكرت اللي بيقوم من النوم وينام تاني ما يحصلوش حاجه، ما يحصلوش الجلطه، ما يحصلوش حاجه، يبقى في مأمن من هذه الكارثه. هي علميا بتتفسر ازاي؟ حضرتك لما بتنام بالليل الدوره الدمويه تبقى بطيئه، اما تبطئ الدوره الدمويه خطر، لان ممكن الدم يتجلط. فربنا سبحانه وتعالى في اكثر من ماده بتطلع تقفل الوعاء الدموي عشان الضغط يفضل ثابت ما يقعش. لما الدوره الدمويه بطيئه ويوسع الوعاء الدموي الضغط هيقع، فبنحافظ على ضغطنا واحنا نايمين باكثر من ماده. هذه المواد سلاح ذو حدين، زي ما حافظت على الضغط بتقفل الشريان. اذا عليت قوي 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 8 الصبح تبقى في قسمتها تقفل الشريان قوي، تحصل كارثه. طيب لو انا صحيت ونمت تصل الى الصفر، يا كملت صحيان يا اما لو نمت تاني مش هتلحق تتكون، يبقى انا الساعه 8 زي الفل. ساعه ما بيتقري البيبر كده، ده راجل الماني اللي بيقولها، ده مالوش دعوه بالاسلام خالص. قلت ده احنا عندنا 5 اذانات، ممكن انام العصر. الاذان الوحيد اللي فيه الصلاه خير من النوم. الله، فعلا خير، لانها بتحميك. انا لما بيجي لي واحد مسيحي في العياده واحس انه عليه خطوره، بقول له الساعه 5 بقوم اتمشى في البيت ونام تاني. الله، ما تكملش نوم. لان النوم لمده طويله في منتهى الخطوره. ان انا مثلا انام من 11 بالليل ل 8 الصبح، هيجي عليا الوقت اللي اقفل فيه الشريان فيبقى خطر. انما لو قمت الماده اللي عليت دي تصل الى الصفر تاني، كاني ببتدي من جديد. يعني اللي انت عاوز تنبهه لخطوره، كل يقوم يصلي، واللي مش عايز يصلي يقوم وينام. اللي مش عاوز يصلي هو حر، هو حر. لكن يقوم، انت بتنصحه انه يقوم في نفس التوقيت 5 صباحا مثلا بالظبط، يتمشى شويه يتمشى ويشرب كوبايه ميه وينام تاني. بالشكل ده هيفوت على يحمي جسمه من جلطات القلب والمخ. ما شاء الله. وده كان مؤتمر اتعمل كان جميل جدا، اللي هو توقيت الامراض، ده كان حلو جدا. المؤتمرات دي مفيده جدا يا دكتور بالنسبه طبعا.